في بالك اللي فما فايتر تونسي ربح أليكس بيريرا، ونعرف اللي انتي تصدمت وباش تقول لي بيريرا بتاعنا شابة وانا من المنبر هذا باش نزيدك صدمه اخرى واخبار اخر. في بالك اللي الفايتر التونسي هذا باش يلعب اول طرح عنده في اليو اف سي نهار السبت 18 اكتوبر. عايش قولك انت جاي نزيدك صدمه اخرى. في بالك لا نفدلك الحقيقه عندي صدمتين برك اليوم. واي ما سمعتنيش بالغلط، اليكس بيريرا اللي مزلكي قعقع انكلايف في دقيقه ونص، اللي ربح اديسانيا، اللي ربح جيلي بروهاسكا رايح جاي، اللي ربح ستريكلاند وخلي رامتري جونيور. عنا فايتر تونسي ربحوا ووقتها التونسي عمره 25 سنه. ونزيدك اكثر من هك، اللي مالغري بيناتو عداوه وشاده بعضها كانت بينه هو اليكس بيريرا، من كثر ما تيم بيريرا كان امبرسيوني بالفايتر هذايا وبالبوتنسيال اللي عنده، عيطولو باش يولي يترينا مع اليكس بيريرا ويولي سبارينغ بارتنر نتاعو في تيم جلوفر تيشيرا. والتيم هذايا هي اللي قاعده تتهيئ فيه وتاثر فيه في الترانزيسيون نتاعو من الكيك بوكسينغ للام ام ا للي توا خلط باش يلعب في اليو اف سي. انت توا تحب تعرف شو اسمه الفايتر هذايا وشنيا حكايته مع اليو اف سي. الفايتر هذا اسمه يسري بالقروي. اما قبل ما نحكي لك على يسري بالقروي واليو اف سي وبيريرا والامور هذيك الكل، لازمنا نرجعوا شويه لتالي ونبداو حكايتنا من الاول. ولد يسري بالقروي في دمشق وترعرع في لبنان. نفدلك عليكم شباب، هذاك كان جاي نحكيو على كاتب عنده نص في كتاب العربيه. حكايتنا شباب باش نبداوها نهار 2 جوان 1992، من يتولد يسري بالقروي في امستردام. الاب تونسي وام هولنديه. شوي معلومات على حياته الشخصيه، كيف ما انه هو متخرج من جامعه امستردام وعنده شهاده في الببليك جوفرنس اند مانجمنت. مي بون هذا مش موضوعنا، نحن نحكيو على الباركور نتاعو كفايتر. اول مره يتحط اسم يسري بالقروي على الخريطه كان عام 2016 وقت اللي شارك في الجلوريز كونتندر سيريز، اللي هي كيما دينا وايت كونتندر سيريز اما في الجلوري. للعباد اللي ما تعرفش، الجلوري هي اكبر اسوسياسيون تاع كيك بوكسينغ في العالم، يعني كيما اليو اف سي اما بتاع الكيك بوكسينغ. لعبوا فيها الاساطير كيما ريكو فيرهوفن، باتر هاري، اليستار اوفريم، اليكس بيريرا، اديسانيا اتسيتيرا. حسير نرجع الموضوع كيما كنا نحكيو. اول مره يتحط اسم الفايتر التونسي يسري بالقروي في الخريطه كان عام 2016 كي دخل الكونتندر سيريز نتاع الجلوري. شارك في التورنوا هذايا، عمل دي بيرفورمانس كاسحين على الاخر، خلط للفينال وخسر سبليت ديسيجن كونتر فايتر ما نعرفش نصور هكا سمعتوا بيه قبل، اسمه اسرائيل اديسانيا. يسري بالقروي ايس ويروح للدار ويرجع الفاك على روحه وما عرفش اسمه بيه تبيع عليه. العرق التونسي اللي فيه يتحير وبرشا عزيمه واصرار يعاود يشارك في الجلوريز كونتندر سيريز عام 2017، يعاود يلعب التورنوا بيرفورمانسات كاسحين على الاخر، يخلط للفينال مره اخرى والمره هذه يربح. كونتر فايتر زيدا نتصوركم سمعتوا هكا الاسم قبل، اسمه اليكس بيريرا. طرح اللي ربحوا يسري بالقروي كونتر اليكس بيريرا مهم على الاخر الكارير يسري، مي في نفس الوقت مهم على الاخر هذا الكارير بيريرا. علاش؟ على خاطر مش باش تكون الفايت الاخرى بيناتهم، باش يعاودوا يلعبوا كونتر بعضهم بعد ما يسري بالقروي باش يخرج من الكونتندر سيريز ويدخل الجلوري، باش يعمل شويه بيرفورمانسات باش يربح وباش يعاود يتحط كونتر اليكس بيريرا مره اخرى، مي باش يخسر. دونك اوتوماتيكمون باش تختم التريلوجي هذيا، يسري بالقروي واليكس بيريرا باش يلعبوا كونتر بعضهم عام 2018 للمره الثالثه على حزام الميدل ويت. الفايت هذيا موجوده بلاش على اليوتيوب شباب، تنجموا تتفرجوا فيها. كيما زاد فايت يسري بالقروي الكل بريسك في الكيك بوكسينغ وفي الام ام ا، الكلهم بريسك موجودين بلاش على اليوتيوب وتنجموا تمشوا تتفرجوا فيها. الفايت الثالثه بين يسري بالقروي واليكس بيريرا كانت الامور مشحونه وفما تشنجات بيناتهم، لدرجه ان لينا يسري مره ضرب اليكس بيريرا بعد ما وفات الروندا، ولينا مره اليكس بيريرا ضرب يسري بعد ما وفات الروندا زاده، والامور كانت مشحونه. اما من غير ما نطول عليكم شباب، يسري بالقروي خسرها الفايت الثالثه بعد ما كلي ضربه في عينه ولا سيد راسه هكايا، وتبيت كي شافها قال لي الضربه هذيا باش تاثر على قدرته وعلى الرؤيه، دونك اوتوماتيكمون ما تنجمش تكمل الفايت وخسرها يسري بالقروي. نعرف اللي انت تو تحب تسالني وتقول لي هادي سامحني مش بكري قلت لي اليكس بيريرا ويسري بالقروي ولاو اصحاب وامورهم مريقله وترنوا مع بعضهم وديجا في التصويره وراكم معنقين بعضهم، كيفاش هذا تو كنت تحكي لي البنيه بيناتهم وشاده بعضها ويتعاركوا بين الروندات، كيف صارت الحكايه؟ وسؤالك في محله، وها باش نحكي لك الحكايه كيفاش صارت بالضبط. اليكس بيريرا بعد ما كمل الكارير نتاعو تاع الكيك بوكسينغ اتعدى للام ام ا ومشى لليو اف سي وتحط في فايت في الميدل ويت كونتر اديسانيا. الفايترز شباب في اللو نيفو كي يبداو يحضروا الفايت معينه كونتر فايتر معين، يبداو يفركسوا على فايترز اخرين وسبارينغ بارتنرز اللي عندهم بنيه جسديه وستيل كفايتر يشبهوا للفايتر اللي باش يلعبوا كونترهم، باش يجيبوهم بحذاهم في الكامب نتاعهم يترينيو وهكاكا يحضروا ويستانسوا
يتونسوا اكثر بالستيل والاسبي فيزيك نتاع الفايتر اللي باش يلعبوا كونتو. والعباد الكل بريسك ومنهم تيم أليكس بيريرا كانت ملاحظه اللي يسري بالقروي فيه برشا من صفات اديسانيا اللي وقتها كما قلنا أليكس بيريرا باش يلعب كونترو في اليو اف سي. خونا يسري بالقروي ما شاء الله والله هم بارك 196 يوزن 86 ويلعب في الميدل ويت، يعني بريسك نفس طول وميزان اسرائيل اديسانيا، وحتى الستيل نتاعو كفايتر يشبه برشا الاسرائيل اديسانيا. الزوز يلعبوا من بعيد يعني لونج رينج، الزوز خبيث برشا، عندهم اي كيو عالي برشا، الزوز كاونتر بانشرز من طراز الرفيع. يسري بالقروي كيما اديسانيا ما عندوش التسليط يدخل طول باك 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 يرفس ليه خبيث، يستنى ياخذ وقته، يعرف كيفاش يحط ترابس للادفيرسير ويستغلها من بعد. دونك فما سيميلاريتيز كبيره بين ستيل يسري بالقروي كفايتر وبين اديسانيا. دونك لهنا تيم أليكس بيريرا عيطوا ليسري بالقروي باش يجي للكامب بيريرا باش يحضر كونتر اديسانيا، ويسري بالقروي ما كانش بالعكسي. ولهنا تيم أليكس بيريرا وأليكس بيريرا بيدو ولاو امبرسيوني اكثر بيسري بالقروي وبشنو ينجم يعمل يسري بالقروي، وتحولت الحكايه هذيا من جوست كامب ماشي على روحه لصديقه طويله المدى، ولانه يسري بالقروي يتحول تماما لكامب أليكس بيريرا والتيم جلوفر تيشيرا. والجدير بالذكر شباب انه تيم جلوفر تيشيرا يترينيو فيها فايترز كيما أليكس بيريرا كيما ويلينغتون، ساعات يجي معاهم ستريكلاند. دونك يسري بالقروي باش يولي يترينا معاهم، وهذه هي التيم اللي قاعده تتاثر فيه في الترانزيسيون نتاعو اللي عملها من الكيك بوكسينغ للام ام ا ومن بعد لليو اف سي. دونك شباب اللي حكيناه بك الكل كان في الكيك بوكسينغ، توا باش نتعداو للام ام ا. ولهنا شباب مانيش باش نحكي اون ديتاي خاطر البارتي هذه باش نركز فيها اكثر في الفيديو الجاي اللي باش يهبط قبل الفايت يسري بالقروي وازمات بيكويف في اليو اف سي، وغاديكا باش نحكي اون ديتاي واناليز وستيل وريتش وكل الامور هذيك الكل. اللي نحب نقوله لك في فيديو اليوم اللي يسري بالقروي الباركور نتاعو في الام ام ا بدا في اليو اي اي ووريرز ارابيا، وين لعب 4 تراح وربحهم ورا فيهم دي بيرفورمانس كاسحين وماتوريتي. لعب اقل شويه تراح خسرهم ضل يزوز تراح، مي مش مهم، المهم اللي البيرفورمانس نتاعو وصلت لدينا وايت وعيطولو لدينا وايت كونتندر سيريز. يمشي خونا يسري بالقروي لدينا وايت كونتندر سيريز ويلعب زوز تراح. الطرح الاولاني كونتر ماركو سيلفا يخسروا بيونانيمس ديسيجن، اما يوري بيرفورمانس كاسحه وطرح كانت متقارب برشا. الفايت الثانيه كانت كونتر فايتر من جابون اسمه ايواساكا ولا فازا هكايا، ومالغري يسري بالقروي نقصت له بوان في الفايت هذايا على الاي بوكس يربح بتي كيو. ومالغري الزوزه تراح هذوما اللي لعبهم اليو اف سي ما تعطيش اليسري بالقروي كونترا. اسكو توفى الحكايه ويروح يسري بالقروي على روحه ويرجع للفاك ونمشي ونحن في امان الله بالطبيعه عليه. شاءت الاقدار انه فما فايتر اسمه توريس فيني فازا هكايا عنده فايت في اليو اف سي كونتر ازمات بيكويف، وتوريس هذايا ينسحب لاسباب مجهوله ما قالوش عليها. ولهنا فرصه جديده تجي اليسري بالقروي على خاطر اليو اف سي تكونتاكتيه باش يجي هو يعوض الفايتر هذايا ويلعب كونتر ازمات بيكويف. والحكايه هذه ماشي جديده في اليو اف سي. إليا توبوريا اول طرح عنده في اليو اف سي جي باش يعوض شكون، كان مش غلط خمسات شيمايف زاد جي باش يعوض شكون، وبرشا فايترز على الموال هذايا، والمره هذه جي دور يسري بالقروي. فايت يسري بالقروي وازمات بيكويف كانت باش تلعب في اوت، مي لاسباب عندها علاقه بالفيزا اللي ما نجمش ياخذها يسري بالقروي تاجلت الفايت هذايا لو 18 اكتوبر. باهي علاش نحكي لكم فيه البوان هذايا؟ على خاطر لو 18 اكتوبر الفايت اللي باش تصير بين يسري بالقروي وازمات بيكويف باش تصير في فايت نايت اللي المين ايفنت نتاعها هو فايت بريندون الن وراينر دي ريدر. وبويسك راينر دي ريدر فايتر هولندي واليو اف سي ديما ماذا بها اللي الناسيوناليتي نتاع الفايترز اللي باش يلعبوا في الكارت هذيك تكون نفسها ولا قريبه للناسيوناليتي نتاع الفايترز اللي في المين ايفنت. وبويسك يسري بالقروي مولود في هولندا وعنده الناسيوناليتي هذيك، علاش في الديبيو نتاعو في اليو اف سي كي باش نشوفوا اسمه باش نلقاو بحذاه علم هولندا. وكيما فسرت لكم شباب الحكايه راهي جوست بروتوكول عملته اليو اف سي، ماهوش شوا من الفايتر في حد ذاته. يسري بالقروي قبل في الجلوري وفي الام في اكبر فايتس عنده في كاريره، لعب باسم تونس ولعب بعلم تونس. دونك فوالا شباب حاولت اني نلخص كارير يسري بالقروي في فيديو، واللي هي حكايه صعيبه على الاخر خاطر الحق باش نقولوا اللي هو جوست فايتر ربح أليكس بيريرا قبل حاجه غلطه برشا. كيما سمعتوا وشفتوا السيد ما شاء الله عنده كارير اكثر من محترمه، لعب كونتر اكبر اسامي موجوده على الساحه كسوا في الكيك بوكسينغ والا في الام والعباد هذه تشهد وتقول اللي هو انسان عنده بوتنسيال باش يكون ينافس على الحزام في اليو اف سي. كل التوفيق لخونا يسري بالقروي في اول طرح عنده في اليو اف سي. الفايت نتاعو كونتر ازمات بيكويف نهار السبت باش تجيو تتفرجوا فيها بحذنا في الكيك بالطبيعه.
وباش تستناو الفيديو اللي باش نهبطوا الايامات الجايين اللي باش نعمل فيه اناليز وبريك داون وبريديكسيون الفايت يسري بالقربي كونتر ازمات بيكوفيف. وكهو شباب ان شاء الله يطلع عجبكم الفيديو، استناو الفيديوهات الجايين، اعملوا طلع الفيديوهات القدوم في الشين، وتو ما بقالي باش نقول لكم كان بيس.